السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنهضروا فيه على تفاصيل وآخر أخبار المحترفين المغاربة. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع رجاء وفضلا وليس أمرا، كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد وباش تدعمونا، وشكرا لكم من القلب. نبدأ بأول محترف اللي هو مروان سندي، واللي هضرنا عليه في الفيديو السابق، ولا بأس من باب التذكير فقط. مروان سندي المنتقل حديثا لنادي أتلتيكو بيلباو، النادي الباسكي، قادما من أحد الأندية من الدرجة الثانية. اللاعب مروان سندي اللي خطف أنظار النادي الباسكي بسبب التألق ديالو، بسبب الأهداف اللي سجلها بغزارة. مروان سندي اللي لعب آخر مباراة ليه مع نادي أتلتيكو بيلباو، وقدم لك مستوى رائع، لا في الالتحامات الدفاعية لا في الهجوم، ما شاء الله. يعني جميع التحركات ديالو كانت في المستوى. لاعب اللي صراحة عنده مميزات وعنده فنيات رائعة، وغادي يفيد إن شاء الله أتلتيكو بيلباو وحتى المنتخب الوطني. والجميل في الامر هو ان اللاعب مروان سنيدي مباشره من بعد المباراه ديالو مع اتلتيكو بيلباو خرج بتصريح لي زوين، وقال بانه كيتمنى يواصل العمل اكثر واكثر، وهذه هي البدايه فقط. وباش ختمها ان يعني الطموح ديالو والامل ديالو هو انه يلعب مع المنتخب المغربي. هذه شي حاجه اللي زوينه وسابقه، حيت صراحه في اغلب تصريحات لاعبين سابقين اللي اختاروا المنتخب الوطني كانوا كيقول لك يعني حتى يتسناو يعطوهم مهله التفكير باش يختاروا المنتخب المغربي. لا، مروان سندي جا نيشان وقال بانه الحلم ديالو هو يلعب المنتخب الوطني المغربي. صراحه اللاعب اللي شاب ولاعب اللي عنده في رجليه وعنده لمسات واعره ولا اختار يلعب معنا، فاكيد انه غيفيد المنتخب الوطني المغربي مستقبلا. غادي نهضروا على اللاعب ديالنا المغربي ابراهيم دياز، لاعب الميرينغي ريال مدريد. ابراهيم دياز صراحة قدم لك اليوم واحد المباراة رائعة ضد السيتي في دوري ابطال اوروبا، وشخصيا كنعتبره هو عريس الليلة ومنقذ ريال مدريد. وتخيل معايا ما شاء الله انه دخل في الدقائق العشر الاخيرة وقدر يصنع الفارق وجاب التعادل. الفريق ديالو ريال مدريد من بعد ما كان هازم ب2-1. صراحة ابراهيم دياز كيقدم لك واحد المستويات رائعة مع ريال مدريد، فضل التهميش اللي كيعيشوا مع الفريق الملكي بسبب عدم اعتماد انشيلوتي عليه، وكيفضل عليه لاعبين صراحة اللي قل منه في المستوى. كيبان لي صراحة ان ابراهيم دياز المستوى ديالو والقيمة ديالو قطعة ثابتة في نادي ريال مدريد، وكيقدم ديما الإضافة واللمسة ديالو كتكون واضحة، إلا أن لأنشيلوتي رأي آخر دائما. جات مجموعة من التقارير كتقول بأن نادي ليفربول من بعد ما هو متوقع رحيل محمد صلاح للدوري السعودي، فنادي ليفربول دخل في مفاوضات جادة مع ريال مدريد من أجل ضم اللاعب المغربي إبراهيم دياز. كيشوفوا فيه صراحة هو البروفيل والخليفة ديال اللاعب المصري محمد صلاح. شخصيا كنتمنى ولو ان ريال مدريد فريق كبير واي واحد كيحلم يلعب به، ولكن كنشوف بان ابراهيم دياز الا كان غادي يلزم دكة البدلاء فمن الاحسن يرحل نادي ليفربول، لان مع نادي ليفربول غادي يلعب رسمي وغادي يزيد يطور من راسو وغادي يزيد يبين اكثر، عكس ما يبقى يعني حبيس الاحتياط مع نادي ريال مدريد. دائما مستمرين مع تألق لاعبين المغاربة في دوري أبطال أوروبا. من بعد إبراهيم دياز، اللاعب المغربي أشرف حكيمي دار مباراة رائعة اليوم مع نادي باريس سان جيرمان ضد بريس ضمن دوري أبطال أوروبا. أشرف حكيمي ساهم في فوز باريس سان جيرمان على نادي بريست، وعطى أسيست اللاعب عثمان ديمبيلي. أشرف حكيمي اللي جدد العقد ديالو مع نادي باريس سان جيرمان إلى غاية سنة 2029. المدرب لويس إنريكي ما اعتمدش عليه في المباراة السابقة وريحه ووجدوا لهذه المباراة، حيث صراحة أشرف حكيمي من القطع الأساسية داخل نادي باريس سان جيرمان. لويس إنريكي كيعتمد عليه في المباريات الكبيرة. صراحة أشرف حكيمي حاليا هو أغلى ظهير أيمن في العالم، وكيقدم مستويات رائعة والنادي الباريزي محتفظ عليه. للمعلومة فقط، أشرف حكيمي هو أكثر لاعب شمال إفريقي خوضا لمباريات دوري أبطال أوروبا برصيد 56 مباراة، تبارك الله عليه. عن اسماعيل السيباري في مباراة ديال اليوم مع النادي ديالو ايندهوفن ضد يوفنتوس، صراحة ما ظهرش اسماعيل السيباري اللي كنعرفوه، وكنتمنوا انه يجتهد اكثر ويرجع للمستوى ديالو اللي عاهدنا عليه ويسجل من جديد.